هناك 4 طلاب جامعيين قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح، ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق 4 على خطة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحي، اتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس، وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سياراتهم، واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق، ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم ل3 أيام، فشكره الطلاب ال4 ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أي منهم ذلك، فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط. كان السؤال الأول: ما هو اسمه؟ كان عليها علامة واحدة. أما السؤال الثاني فكان: أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ وكان عليها 99 علامة. العبرة المستفادة من هذه القصة: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك، وإلا ستتعلم درسا قاسيا. قصة قصيرة ولكنها مضحكة ومسلية. خرج جحا من المسجد فلم يجد حذاءه، فوقف يصرخ أمام الناس بصوت تهديد: أقسم بالله إن لم تحضروا لي حذائي فسوف أفعل كما فعل أبي. فتجمع الناس حوله مندهشين وسألوه: وماذا فعل أبوك؟ فقال مهددا: احضري لي حذائي وإلا سوف أفعل كما فعل أبي. فخاف الناس منه وأحضروا له حذاء جديدا، ثم سألوه: قل لنا يا جحا، وماذا فعل أبوك؟ قال: ذهب إلى البيت حافيا. قصة قصيرة جدا. سفر. حان موعد سفري. حملت حقيبتي التي ينوء بحملها أولو القوة من الرجال، فيها زادي وما يجملني عند وصولي. كان سفري طويلا ومرهقا، أتعبني حمل حقيبتي ولم يكن بمقدور التخفف من حملها. لاحت لي محطة الوصول فتهيأت للنزول. صعقت إذا رأيت حقيبتي رغم انتفاخها فارغة، إلا من بقايا لا تسمن ولا تغني من تعب.